السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم لولي من قناة لولي تشانل. والنهاردة هعمل معاكم كيكة الفانيليا، اسرع واسهل كيكة ممكن تعملوها بجد. بتتعمل كلها في الخلاط، حتى دي برضو انا بحطه في الخلاط، ما بقلبهاش على ايدي خالص، من غير مواعين بقى ومن غير كركبة ومن غير تكاليف خالص. هما بس بيضتين وكوبايتين دقيق. اول حاجة بقى دلوقتي هحط السكر في الكيك. عادة بيكون على حسب الرغبة، يعني معاكي من نص كوباية لحد كوباية ونص، كلها الكيكة معاكي هتطلع مظبوطة مفيهاش اي حاجة. انا عن نفسي بحط كوباية وبتطلع حلوة جدا، وعليها كوباية سمنة. ممكن تخليها كلها سمنة، ممكن تخليها كلها زبدة، وممكن تخليها كلها زيت. انا بقى بحط سمنة على زيت عشان تطلع معايا لونها فاتح. وهضرب بقى السكر مع السمنة. بس انا يعني لما بعمل كيك فانيليا بحب ان انا ازود السمنة اكتر من الزيت، علشان يبان كده طعمها في الكيكة ويبقى طعمها حلو. ممكن تعملوها في كبة او في الخلاط، ما تخافوش ان انتوا تعملوها في الخلاط، الخليط مش هيطلع سايل ولا زي العصير ولا الكلام ده خالص، لان في ناس بتخاف تعملها في الخلاط وبتخاف كمان ان هي تحط الدقيق في الخلاط. مفيش الكلام ده خالص يا جماعة، انا بحط الدقيق والبيكنج باودر وكل حاجة في الخلاط. دلوقتي بعد ما ضربتهم شوية وساحوا مع بعض، هحط بقى البيضتين اللي عندي. واهم حاجة في الكيك من اسرار نجاحها ان البيض يكون بحرارة الغرفة. اوعوا تحطوا بيض من التلاجة على الخليط على طول، مش صح ابدا. تمام. وبعدين بحط على البيض طبعا الكيس الفانيليا واضربه بقى شوية كويسين، يعني مثلا حوالي 4-5 دقايق علشان لونهم يفتح. لازم اللون معايا يفتح. المرحلة دي اللي بتخلي الكيكة من جوه فاتحة، ان في اللحظة دي خليط الكيكة يفضل يضرب كده لحد ما يبقى فاتح خالص، يعني اقصى درجة يوصل لها. طبعا انتوا بتضربوها على اقصى درجة في الخلاط، مفيش اي مشكلة، الخليط مش هيخف معاكم ولا حاجة، ما تقلقوش. زي ما انتوا شايفين اهو ابتدى اللون يفتح معانا شوية، ورحت ضايفة كوباية اللبن اللي معايا. كوباية اللبن دي اللي ممكن نبدلها بكوباية عصير برتقان لو احنا هنعمل كيكة برتقان. ومهم جدا انكم تضيفوا معلقة من الخل على اللبن. الخل يعتبر محسن كيك حلو قوي، وبيخلي الكيكة هشة وطرية جدا. واللبن ممكن يكون دافي او ممكن يكون ساقع عادي، مش مشكلة، بس المهم ان هو ما يكونش سخن قوي، يعني ما يكونش لسه طالع من على النار. زي ما انتوا شايفين اهو الخليط فتح معانا. هبتدي بقى ان انا اضيف الدقيق واحدة واحدة. ممكن احط بقى يعني معلقة معلقة كده، والخلاط شغال ممكن تحطوا معلقة معلقة. انا هنا حطيت نص كوباية دقيق، وهضربه الاول. لما الدقيق يتوه تماما في الخليط هبتدي اضيف النص كوباية التانية. يعني انا بضيف الدقيق معايا على 4 مرات، وممكن على 3 كمان. لو الخلاط قوي معايا وضربها بسرعة بحط نص كوباية وبعدين نص كوباية وبعدين احط الكوباية كلها. وحتى البيكنج باودر انا بحطه برضو في الخلاط في نص كده خليط الدقيق، بقوم ضايفة كيس البيكنج باودر. بس انا بحب احط كيك شيف، لان كيك شيف احلى من البيكنج باودر بكتير وبيطلع الكيكة ناجحة جدا. ودلوقتي انا حطيت كمان نص كوباية الدقيق اللي فاضله. ممكن تحتاج معاكم كمان نص كوباية او ربع كوباية من الدقيق، مفيش اي مشكلة لو حسيتوا ان الخليط خفيف قوي. بس على فكرة كوبايتين الدقيق مظبوطين جدا، وهتطلع من جوه هشة. لما بنزود الدقيق بيخلي الكيكة ماسكة شوية، بس يعني مش هيحصل لها حاجة، مش هتبوظ، بس هتبقى يعني تقيلة شوية. لكن لما بنضيف كوبايتين دقيق بالظبط بتكون هشة قوي قوي من جوه. انا كده ضفت كل خليط الدقيق اللي معايا وحطيت البيكنج باودر، وكده خلاص الكيكة بقت معايا جاهزة.
زي ما قلت لكم انا حسيت ان هي محتاجة كمان حوالي نص كوباية دقيق، لاني حسيت ان الخليط خفيف قوي. طبعا ده على حسب ذوقكم زي ما انتوا عايزين. اهو بصوا خليط الكيكة معايا ازاي لونه فاتح جدا. انا كده هنا كنت بقرب لكم الكاميرا علشان عايزة اوريكم الخليط بعد ما اتضرب بقى عامل ازاي. جبت بقى صينية طبعا ودهنتها سمنة، ممكن تدهنوها سمنة او زيت. وكده خلاص اهو خليط الكيكة جاهز معايا، وهصبه على طول في الصينية. وطبعا قبلها كنت مسخنة الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق. انا بحط الكيكة على درجة حرارة متوسطة، ما بحطهاش على درجة حرارة عالية، بحطها على درجة حرارة 180. ولو الفرن بتاعك اخر درجة حرارة مثلا في 200 او حاجة، لا قللي شوية، حطيه على درجة حرارة 150. زي ما شفتوا معايا انا حاطه 2.5 كوباية دقيق، ومع ذلك الخليط لسه خفيف معايا، مش تقيل خالص. لما بيكون الخليط خفيف كده زي ما بقولكوا، ده السر اللي بيخلي الكيكة هشة جدا من جوه. الكيكة ما طلعتش عالية معايا قوي، لان الصينية هنا كانت اكبر من الخليط اللي انا عاملاه. طبعا لو كنت عملته نفس الخليط ده في صينية اصغر شوية كانت هتطلع اعلى، ما كانش هيبقى فيها اي مشكلة. هنا بقى وهي في الفرن وهي بتعلى اهو، انا كنت بصورها لكم من بره. طبعا ممنوع ان انتوا تفتحوا عليها خالص غير لما تستوي، وبعد ما تستوي كمان سيبوها في الفرن مثلا حوالي 5 دقايق كده، بعدين بقى افتحوا عليها وطلعوها. شفتوا بقى جميلة ومتحمرة ازاي وحلوة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة اللي هعملها. سلام عليكم.